بعد ما قعدنا مع مندل في المزرعة بتاعته وعرفنا هو ركز على ايه بالظبط، وبدأ ان هو يدرس نبات زي نبات البسلة او البازلاء، وبدأ بقى ان هو يعمل عليها التجارب بتاعته، وعرفنا القانون الاول بتاعه والناس اللي ماشية كده يعني. تعال نعرف بقى ازاي نحل مسائل الوراثة، او ازاي نحل المسائل بتاعه مندل اللي عملها على القانون الاول بتاعه، والقانون الثاني اللي هناخده برضو كمان شوية، والمسائل بتاعته برضو. طيب، يبقى احنا الحصة بتاعتنا بتاعت النهاردة مش هنعمل اي حاجة فيها غير ان احنا هنحل. يبقى ايه؟ مسائل الوراثة. مسائل الوراثة. طيب، انا كنت قايل لك ان مندل ركز على 7 صفات بالظبط، صح؟ صح. وانت من الدروس اللي فاتت او من الاجزاء اللي انت شفتها وسمعتها، عرفت ان الصفة عندي نوعين. عرفت ان الصفة عندي ايه؟ نوعين، او الصفات بمعنى اصح الصفات نوعين. ايه هما النوعين بقى يا مستر؟ قال لي الصفات عندي نوعين، يا اما صفة حاجة يا اما صفة حاجة تانية. يا اما صفة سائدة، ودي اللي كانت بتظهر مع الجيل الأول فقط، يعني مش فقط، كانت بتظهر دايما مع الجيل الأول. يا إما صفة منتحية. يا إما صفة إيه؟ منتحي. يعني إيه يا مستر صفة سائدة؟ يعني إيه صفة منتحية؟ قلت لك سائد يعني قوي، يعني بيظهر على طول، يعني بيقدر يتغلب على المنتحي، صح؟ سائد يعني بيظهر بكثرة. أما المنتحي فده بيظهر قليل، بيظهر إيه؟ بصفة قليلة، عشان كده بسميه صفة منتحية. طيب، الصفات عندي نوع سائد أو منتحي. طيب، السائد ده ممكن يكون عندي حاجتين، يا إما صفة سائدة نقية، يا إما صفة سائدة هجينة. يا إما صفة سائدة نقية يا إما هجينة. ممكن يكون نقي وممكن يكون إيه؟ هجين. ممكن يكون يا مستر والله نقي وممكن يكون هجين. يعني ايه نقي ويعني ايه هجين؟ قال لك نقي يعني انا مثلا هو جاي من صفه مثلا بس بازلاء طويله، بازلاء ايه؟ طويله. فابنه هيبقى بسله طويله، بنته هتبقى بسله طويله، فاي حد هيجي منه هيبقى بسله ايه؟ طويله. فده نسل نقي، او ده اسمه حاجه او صفه نقيه. طب الصفه السائله النقيه مثلا زي ما اقول لك مثلا لو عملنا على صفة الطول واديناها أي رمز في الحياة، ممكن مثلا لو قلنا على صفة الطول دي تي، فهو جاي أصلا من حاجة نقية أو من جنس نقي أصلا، فهيبقى تي تي. يعني إيه تي تي؟ يعني صفة نقية. أما لو تي سمول ودي كابيتال، فدي الصفة بتكون مش نقية، لأنه هو جاي من تي حاجة كبيرة من حاجة صغيرة، فهو أكيد جاي من إيه؟ من حاجة مهجنة أو حاجة هجين. أما تي فهو جاي من النقي. جاي من النقي. يعني مثلا يا مستر، لما أقول لك مثلا أخضر، أخضر، حلو، أخضر، أخضر معنى كده إن هو جاي من حاجة أخضر، خضر، حلو، حلو، فجاي فطلع منه اخضر واخضر، فده بسميه نقي. بسميه ايه؟ نقي. طب لو اخضر اصفر، يعني هو جاي من حاجه، من واحد اخضر اتجوز واحده صفراء فاداني حاجه مهجنه اللي اسمه اخضر واصفر، ده بسميه مهجن. اما ده بسميه ايه؟ او هجين، ده بسميه ايه؟ نقي. حلو، يبقى ده بسميه هجين وده بسميه نقي. فهمت الكلمه؟ فهمت يعني ايه نقي ويعني ايه هجين؟ قال لك يبقى انا عندي الصفات ممكن يكون سائد ممكن يكون منتحي. السائد يا مستر ممكن يكون نقي ممكن يكون هجين، هنعرف ده كله في المسائل. ممكن الصفات بتاعتي تكون منتحيه. طب المنتحي ده ممكن يكون ايه يا مستر؟ قال لك دايما المنتحي بيكون نقي. بيكون ايه؟ نقي. بيكون نقي. حلو، حلو، جميل جدا يا مستر الكلام اللي بتقوله ده. حلو. قال لك بقى قواعد المسألة بتاعتي. قواعد الايه؟ المسألة بتاعتي.
في المسألة انت بعد ما تعرف هو مين هو اللي قدامك سائد ولا نقي ولا هجين ولا ايه بالظبط، لازم تكون عارف ان في حاجة في المسألة اسمها رموز. انا هرمز على ايه؟ هرمز بالظبط. يعني ايه؟ عارف النقي ده؟ النقي ده دايما السائد النقي او السائد برمز له السائد ده برمز له على طول برمز كابيتال. الرمز بتاعه بيكون ايه؟ كابيتال. فلما اشوف اي حرف كابيتال فبسميه سائد او الصفه بتاعته سائده. حلو هنعرف في المثال الكلام ده كله دلوقتي. بس انا عايزك تعرف ان لو شفت حاجه كابيتال قدامك، حلو، كابيتال يعني مثلا حرف كبير زي الجي كده كابيتال، حلو، فده بيبقى سائد. مثلا زي الجي اي حرف كابيتال. طيب لو كان سمول مثلا زي الجي سمول فده بسميه منتحي. بسميه ايه؟ منتحي. بسميه منتحي. حلو جميل جدا يا مستر. حلو يعني سائد بسميه بأي حرف كابيتال، والمنتحي أي حرف سمول. حلو جدا. طيب لما أقول لك إن في واحد حلو، الطفل بتاعه أو مش الطفل بتاعه بقى، هو جاي من صفة سائدة جي. جميل وجاي من صفة جي سمول، يعني جي كابيتال وجي سمول. معنى كده ان في صفة سائدة عنده وفي صفة منتحية. معنى كده ان هو جاي من تزاوج فردين فخد الصفة السائدة وخد الصفة المنتحية. طب اللي قدامي ده يبقى فرد نقي ولا هجين؟ هجين. برافو عليك. ليه هجين يا ابني؟ لأنه جاي من فردين مختلفين، خد جي كابيتال سائد وجي منتحي، فجاي من واحد ممكن يكون نقي أو هجين، وجاي من واحد منتحي، فده بسميه هجين أصلا لأنه جي مع جي فبسميه هجين. سائد مع منتحي بسميه هجين. صفة سائدة مع صفة منتحية موجودين مع بعض في نفس الحاجة فبسميهم هجين. حلو. فهمت. طيب بعد كده تعالوا نشوف المسائل بتاعتي. تعالوا نشوف مين المسائل بتاعتي. او قبل ما تشوف المسائل لازم تعرف برضو شوية رموز عندك. لازم تعرف ايه؟ شوية رموز. ايه الرموز اللي انت عايزني اعرفها؟ قال لك بص، لو انا عندي بتاع كده اهوت ومطلع لي سهم من الناحيه دي، فهو ده بسميه فرد مذكر. بسميه ايه؟ فرد مذكر. اكيد انت عارف الحالات دي. ولو حد كده اهوت وتحته علامه الزائد دي فبسميه مؤنث. ايه تاني يا مستر؟ لما اعمل لك الحركه دي معنى كده ان انا زوجت المذكر بالمؤنث، فدي بسميها تزاوج. ايه كمان يا مستر؟ قال لك لما احط لك بي فدي بسميها الاباء، ولما احط لك جي فدي بسميها الامشاج او الجاميتات. لما احط لك اف واحد فده جيل اول، لما احط لك اف اتنين فده جيل ثاني. حلو لازم تكون عارف اللي قدامك دول كلهم او الرموز دي كلها. طيب بصوا، احنا هنبدا نحل معاكم مساله بمساله. طالما المساله هتظهر لك فوق هنا، المساله دي تحلها لوحدك الاول. الاول هظهر لك المساله دلوقتي. حلو. توقف الفيديو تحل المساله، تشوف نفسك يعني انت طلعت ايه، عرفت ايه، ممكن تكون استنتجت ايه، عرفت تحلها لوحدك ولا لا. لان ده اللي بيعلمك. حلو. ده اللي ايه؟ بيعلمك ان انت تمسك المساله تحلها لوحدك الاول فتغلط، فلما تغلط تشوف بقى الفيديو فتعرف الصح بتاعك، فعمرك ما تنسى الغلط اللي انت غلطته تاني، وعمرك ما تنسى الصح بتاعه. فاول حاجه مساله تظهر لك، حل المساله، وقف الفيديو حل المساله، وبعد كده ما عرفتش تحل المساله بص الفيديو. ليه؟ بس انت فكرت الاول، شغلت دماغك الاول، فلما تيجي تحل المساله وتستوعب الدنيا هتلاقي ان الموضوع سهل. اي مساله انا هحطها لك تعمل فيها كده. حلو. اول مساله
هي هتظهر لك فوق هنا ان شاء الله. ايه اول مثال يا مستر؟ قال لك استخدم الرموز في التعبير عن ناتج تزاوج كل من، موضحا التركيب الجيني لكل من الآباء والأبناء والمشيج والجيل الأول ونسبة الأفراد بينهما. إذا كانت أول سؤال في المسألة عايزك توضح التركيب الجيني في المسألة اللي أقولك عليها دي، نباتين بازلاء إحداهما كورونو خضراء نقي جي جي. حلو. جي أول حاجة جي دي كابيتال ولا سمول؟ الجي كابيتال يا مستر. حلو، يعني الاثنين كابيتال، يعني هو جاي من فرد نقي. حلو. والآخر صفراء أو كورونو صفراء جي جي، الاثنين سمول، يعني هما صفة ممكن يكون صفة نقية بس منتحية يا مستر. ليه؟ لأن الرمز بتاعه جي سمول. فهمت الكلام؟ فهمت اللعبة ماشية ازاي؟ يعني ايه؟ هو قايل لك جي 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 وجي جي يعني سمول. طيب الاثنين كابيتال فدي صفة سائدة. صفة سائدة. طب نقية ولا منتحية؟ لا الاثنين كابيتال وجي جي يعني هي صفة سائدة نقية. قلت لي طب جي جي دي سمول، جي جي الصغيرة هتبقى صغيرة يعني منتحية. ودايما المنتحي بيكون نقي، دايما المنتحي بيكون نقي. حلو، يبقى منتحي نقي. احل المسألة ازاي بقى يا مستر؟ بص هقول لك انا عايز التركيب الجيني لكل من الاباء والابناء والجيل الاول ومش عارف ايه والنسبة بين الافراد والحوارات دي. اول حاجة في المسألة تجيب له الاباء، تكتب له الايه؟ الاباء. يعني ايه؟ الاباء كانت رمزها السبورة اللي فاتت بي. بصوا انا هحل ايه؟ من الاحمر ده بي اعمل له ايه؟ مربع كده واكتب له فيه بي. البي دي اللي هي بتدل على الاباء. طيب هو قال لك جي جي كابيتال مع جي جي سمول. حلو اكتب له جي جي كابيتال هزوجهم لجي جي سمول واحطه دايرتين طيب بعد كده اول حاجه هشوف الامشاج اللي طلعت. هشوف الامشاج اللي طلعت. طيب هكتب له رمز الامشاج كان جي. رمز الامشاج كان ايه؟ كان جي. طيب جي جي في جي جي يعني جي جي هتجوز جي جي الكبيره هتتجوز جي جي الصغيره. ايه اللي هيحصل بقى؟ طيب الامشاج اول مشيج بيحمل جين اسمه جي وتاني مشيج بيحمل جي برضو بس جي كام. لما جوزناهم فالجي سمول ده اسمه جي وده جيم برضو حلو. طيب الجيل الاول اللي هيطلع اتجوزوا ازاي بقى يا عم المستر؟ بص اضرب جي تاخد جي يكونوا جنين او يكونوا فرد من الجي جي تاخد جي يكونوا فرد من الجي يا عم يا سيدي. خش على الجي دي جي مع جي هيكونوا جي جي مع جي هيكونوا جي حلو. طيب الجي جي هو مدالك في المسألة كان ناتج من تزاوج نباتي بزلاء. واحد كرونو خضراء اللي هو جي جي يبقى ده كان كرونو خضراء وده كان كرونو صفراء. حلو. فأي حاجة جي جي طلعت هتكون صفراء وأي حاجة فيها جي جي هتكون خضراء. طب هنا جي كابيتال وجي سمول، جي كابيتال وجي سمول، جي كابيتال وجي سمول، جي كابيتال وجي سمول. طب الجي كابيتال اللي هو الاخضر انت واخد قبل كده الصفات مين اللي بتكون سايده؟ الاخضر ولا الاصفر؟ الاخضر هو اللي سايد فالاخضر هو اللي يكسب هنا. فكل اللي طلع هيكون نبات بازلاء لونه اخضر. طب بالنسبه للاخضر ده هو اخضر نقي ولا اخضر هجين؟
نقي يا مستر، غلط يا حبيبي، هيكون هجين. هجين ليه يا مستر؟ عشان جاي من صفة سعيدة مع صفة منتحية فهيكون هجين. هجين جاي من أب وأم مختلفين، جاي من أب عيونها أو قرونها لونها أخضر مع أم إيه؟ مع أب لونه أصفر، فمين اللي يغلب؟ الأخضر، فعلشان كده لونه طلع أخضر قدامك أهو. بص بص جي 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 فطلع كله أخضر. في المسألة اللي قدامك دي نباتات الجيل الأول يا مستر طلعت أخضر. فهديك ملحوظة إن أنت لما تجيب صفة سائدة نقية مع صفة سائدة منتحية، صفة سائدة نقية صفة سائدة نقية مع منتحية كنت بكتب ازاي منتحية المنتحية نقية برضو. فقال لك الأفراد اللي هتنتج في الجيل الأول هتكون 100% إيه بقى؟ 100% صفة سائدة هجين. بالك من الملحوظة دي تتحفظ أهي. لما جاب صفة سائدة نقية مع صفة سائدة منتحية نقية يطلع لي 100% من صفة سائدة هجين. ودي أول ملحوظة تذاكرها، تذاكرها. فهمت المسألة بتتحل إزاي؟ أو ده التركيب الجيني للآباء، وده التركيب الجيني للجاميتات أو الأمشاج، وده التركيب الجيني للجيل الأول. طب يا مستر الجيل التاني هيطلع عامل إزاي؟ مالكش دعوة بالجيل التاني دلوقتي، بالجيل التاني دلوقتي. ركز معايا في الحاجات اللي بقولها لك. يبقى أنا عندي جي الكبيرة هتتجوز جي الصغيرة، دي لونها أخضر دي لونها أصفر. طالما هما الاتنين كابيتال فالصفة دي سائدة نقية. هما الاتنين سمول يبقى منتحية نقية. بطلع الجاميتات بتاعتها فيها 2 جي فأكيد تحمل 2. فالأمشاج بتحمل كل مشيج بيحمل جي هيتجوز مشيج بيحمل جي تاني أهو. الجي هيروح يتجوز مشيج عنده جي فهيطلعوا جي. طب والجي هتروح تتجوز مشيج عنده جي فهيطلعوا جي برضه. طب والجي معلمة تتجوز جي تانية فهتطلع جي برضه وجي كلهم جي. فالجي اللي طلعت كلها هتكون باذن الله أخضر هجين لونها أخضر أو لونها أخضر هجين مهجنة ليه يا مستر؟ لأن في جي مع جي سمول مع جي كابيتال. وطالما جي سمول مع جي كابيتال فجاية من أبين مختلفين، واحد منتحي واحد كان سائد، فالسائد ساد. فعلشان كده نبات الجيل الأول كله طلع أخضر. وهي دي المسألة رقم 1. خش على المسألة رقم 2. وقف الفيديو حل المسألة اللي هتظهر لك الأول. طيب المسألة اللي هتظهر الأول بقى مستر تعالى نشوف الكلام. خلي بالك من المعلومة اللي طلعتها لك دي. سائد نقي مع سائد منتحي يطلع لك كذا. نكتب الملحوظة دي فوق عشان ما تنساهاش. سائد نقي مع منتحي نقي اللي يطلع 100% سائد هجين. حلو. تعالى المسألة اللي هتظهر لك دي حلها برضه. حلها ايه؟ برضه. قال لك نفس الفكرة نباتي. عايز برضه التركيب الجيني اللي أبوه والأمهات مش عارفه كده. نباتي بازلاء إحداهما قصير الساق تيتي والآخر طويل الساق، فهو رمز لطويل الساق وقصير الساق بالتي تي. طيب قال لك الطويل الساق هنجوزه لقصير الساق. طيب طويل الساق رمزت له بالرمز يا مستر أهو يا تي حطه جنبه في دايره كده. هجوزه لمين؟ هجوزه لتي سمول يعني قصير. فدي الصفه المنتحيه، الصفه اللي عكسها. فده الطويل فدي الصفه السائده، اما ده الصغير صفه منتحيه. طب يا بيه انا بجوز لك دلوقتي صفه سائده نقيه تي كابيتال مع صفه منتحية نقية تي فهيطلع لي ايه؟ 100% سائد هجين. فاللي هيطلع 100% سائد هجين. طب ما تيجي نشوف الكلام ده؟ تعالى نشوف الكلام ده. تي مع تي اللي هي كابيتال لما هتتجوز تي اللي هي سمول ايه اللي هيحصل؟ مستر هطلع الامشاج الاول يا مستر.
طيب الامشاج اللي عندك ايه؟ واحده تي اهو اهي، ده مشيج يحمل الجيم تي، واحده تي مشيج بيحمل الجيم تي، هجوزهم يا مستر. ليه مشيج بيحمل تي سمول ومشيج بيحمل تي سمول؟ يروح المشيج اللي هو تي كابيتال يروح يقابل المشيج اللي هي تي سمول فيطلع لك تي تي. حلو. فالتي تي تزعل فتروح تمسك في اختها تطلع لك تي تي. وي 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 تي التانية تروح تقابل المشيجة دي برضه فتطلع لك تي تي. والتي دي تروح تقابل التي تي فتطلع لك تي تي برضه. فكل اللي طلع 100% صفة طويل، طويلة أو طويل أي حاجة هجين. 100% كلهم هجين، كلهم إيه؟ هجين. تي 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 فكله هيطلع زائد هجين. دي المسألة. المفروض إن أنت تكون موقف الفيديو وحليت المسألة. ما فيش حل المسألة ارجع تاني للشرح وحاول أنت تحلها تاني وتالت ورابع. مش أنا اللي بعلمك، أنت اللي بتعلم نفسك. مش انا اللي بعلمك، انت اللي بتعلم نفسك. بتحل المساله، غلطت في المساله تعرف حلها الصح. طالما عرفت حلها الصح وفهمته عمرك في حياتك ما هتغلط فيها تاني. حلو. طيب السؤال اللي بعده هيظهر لك اقفل الفيديو حل المسألة أو وقف الفيديو حل المسألة الأول وعلم نفسك بنفسك. علم نفسك بنفسك. نبات بازلاء بذوره صفراء هجين. واي مع واي مع آخر مثله. هنجوز صفراء هجين لصفراء هجين. هنجوز صفراء هجين لصفراء إيه؟ هجين. طيب الصفراء الهجين مع الصفراء الهجين يا مستر. بص صفراء هجين يعني الصفرة دي بنديها اليلو واي كابيتال اهيت هجين، يعني لازم يبقى في واي سمول. يبقى الواي كابيتال دي كانت ولا لك ايه؟ صفراء هجين. فاكيد الواي الثانيه اللي هي المنتحي دي الصفه المضاده ليها فهتكون خضراء. هتكون ايه؟ خضراء. يعني الواي الصغيره دي خضراء. بس هو علشان الاصفر بيسود فسماها صفراء هجين. ركز. حلو. واي مع واي يعني صفراء هجين هجوزه لواي مع واي والله، بس واي كابيتال مع واي سمول. حلو. زائد 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 يا مستر. يا ابني فوق يا ابني معايا يا ابني. حلو. واي واي مع واي واي. حلو. صفراء هجين مع صفراء هجين. مع صفراء هجين. قال لي صفراء هجين مع صفراء هجين. مستار هطلع الامشاج. في جين بيحمل واي كابيتال وفي جين تاني بيحمل واي سمول. هجوزهم لبعض. في جين بيحمل واي كابيتال وفي جين بيحمل واي سمول. مستر هجوزهم لبعض ازاي؟ عادي. الواي الكابيتال تروح تمسك في الواي الكابيتال بتاعتها فيطلع لك واي كابيتال مع واي كابيتال. ركز يلا انت اللي هتجيبها. الواي الكابيتال تروح تمسك في الواي سمول فتطلع لك واي كابيتال مع واي سمول. جميل جدا. دور الواي سمول تروح المشيج اللي هو الواي سمول يمسك في الواي الكبيره فيطلع لك واي سمول واي كابيتال. تروح الواي كابيتال ماسكه مع الواي كابيتال فيطلع لك واي كابيتال اللي هي الصفه المنتحيه. مستار يا مستار يعني ده هيبقى صفراء او اصفر نقي. صح اهو اصفر نقي. مستار ده هيبقى اصفر هجين. اصفر هجين يا مستر. ده هيبقى اصفر هجين برضو. اصفر هجين. مستر واي واي يعني الصفة اللي عكسها يعني اخضر. يبقى اخضر هجين. يبقى اخضر ايه؟ هجين او اخضر هجين يا مستر. اخضر هجين يا بيه. انا علمتك كده هتبقى اخضر ايه؟ اخضر ايه؟ اخضر هجين. ما تركز يابا معايا اهو. ما تركز يا عم معايا يا عم. اخضر نقي يا عم. انا قلت لك قبل كده ان في صفه منتحيه بتكون هجين. انا قلت لك قبل كده الكلام ده. قلت لك النقي المنتحي دايما بيكون نقي. ركز معايا. فهتبقى اخضر ايه؟ نقي.
هنا يا مستر النسبة ما بينهم هتبقى كام؟ والله ده طلع واحد أقدر بنسبة 1 ل 3 صفر. ل3 إيه؟ صفر. يعني ده لو دخل 25% فده هياخد 75% يا مستر. يبقى الأصفر الهجين أو الصفة السائدة طلعت بنسبة 75% والصفة المنتحية طلعت بنسبة 25%. الملحوظة بتاعتي يا مستر من المسألة دي إن أنا لو جوزت أي صفة سائدة هجينة لأي صفة سائدة هجينة أخرى يطلع لي الصفة منتحية بنسبة 25% مع صفة سائدة بنسبة 75%. فهمت المثال؟ فهمت المسألة؟ طلعت بالملحوظة بتاعتي اللي بتقول إن أنا لو جوزت سائد هجين مع سائد هجين يطلع لك ايه يا بيه؟ يطلع لك ايه يا بيه؟ فوالي كده يطلع لك كله ايه؟ 25% منتحي نقي و75% سائد نقي. مستر ايه الحلاوة دي يا مستر؟ حلاوتك يا بيه. حلو. المسألة اللي بعد كده وقف الفيديو شوف المسألة اللي تظهر لك ديت وحل المسألة يا بيه. حل المسألة لوحدك. حل المسألة لوحدك. انت اللي بتعلم نفسك مش انا اللي بعلمك. حلو. المسألة اللي ظهرت لي بسم الله نباتين في نفس المسألة بس هم 4 حاجات. نباتين بازلاء إحداهما بذور صفراء هجينة والآخر بذور خضراء واحد بذور صفراء هجين والتاني بذور خضراء والتاني بذور إيه؟ أخضر. يا مستر أعمل إيه يا مستر؟ هو قال لك إيه؟ قال لي والله واحد بذور صفراء هجين. طب أنا عارف لسه إن رمز الأصفر الهجين واي كابيتال مع واي سمول أهو. واي كابيتال مع واي سمول هجوزه لإيه؟ قلت لي هجوزه واحد آخر بذوره خضراء. طب بذوره خضراء برأيك كده بذوره خضراء هيكون إيه؟ سائد ولا منتحي؟ مستر دي خضراء يعني الصفة المضادة فهتبقى منتحي. طيب منتحي يعني اكتبها واي كابيتال واي سمول. مستر غلط. امال ايه؟ سمعني. هتبقى واي سمول واي كابيتال. والله طب ما هي طب امال ايه؟ هكتبها يا مستر واي. ليه يا بيه كتبتها واي مستر؟ علشان انت قلت لي ان مفيش اي صفة منتحية بتكون نقية بس مفيش هجين في الصفة المنتحية. اقول لك جدع كده انا طورت فيك كده الحل والشرح بتاعي طمر فيك. حلو. مستر بعد كده هطلع الامشاج والله واحدة واي مع واحدة واي سمول اهيت. حلو. هنجوزهم لمشيج واي سمول اللي هيطلع تعال الواي كابيتال مع الواي سمول هيطلع لي واي كابيتال واي سمول. الواي كابيتال مع الواي سمول هيطلع لي واي كابيتال واي سمول زائد او اللي هيطلع بقى الواي سمول تروح مع الواي سمول هيطلع لي واي سمول والواي سمول تروح مع الواي سمول هيطلع لي واي سمول. ايه يا حبيبي ده طلع لي نص والنص يا مستر. يعني النص اصفر هجين والنص التاني اخضر نقي. يعني بنسبة 2-2 يعني بنسبة 1:1. حلو. يعني بنسبة 50-50 يا بيبي. خرب بيت يا لا مؤاخذة أنا آسف. 50-50 50-50. حلو 50 فلو عملنا صفة سائدة نقية سائدة قصدي هجين مع خضراء أو سائد هجين
مع ايه؟ مع منتحي نقي يطلع لك ايه؟ 50%. 50% دي ايه؟ سائد هجين، و50% منتحي نقي. فهمت؟ فهمت يا مستر؟ تيجي نحل مسألة كمان؟ هحلك مسألة صعبة شوية، لازم نطلع بالريتم كده ونحلل الأجواء، صح؟ صح. بس أنت فهمت الملحوظة؟ أنا خدت الملحوظة من المسألة، خلاص. المسألة اللي بعد كده ب يا ب يا ب يا ب يا ب اقفل الفيديو، مش ما تقفلش الفيديو لما المسألة تظهر لك. حل المسألة الأول، غلط تتعلم من غلطك، وانت مش هتغلط المسألة دي. انا عارف ان انت مش هتغلط المسألة دي، والله عارف ان انت مش هتغلط، ان شاء الله. ان شاء الله انت مش هتغلط المسألة دي. ما هي ناتج التلقيح الذاتي لأزهار نبات البسلة طويل الساق هجين؟ طويل الساق وهجين، مش انا كنت بشوف في صفة الطول ان انا رمزت له بالرمز تي؟ طب ما تيجي نرمز له بالرمز تي ونجوز اتنين طويل الساق كده، او هيعملوا تلقيح ذاتي لنفسهم. اول حاجة اكتب بيه اللي هما الاداء. حلو. قلنا طويل الساق ايه؟ هجين. طويل الساق هجين يعني تي كابيتال تي سمول، هجوزه تي كابيتال تي سمول ب يا ب. دي صفة سائدة، دي صفة سائدة هجين مع صفة سائدة هجين، سائد هجين مع سائد هجين، يعني هيطلع لي 25% منتحي نقي و75% سائد نقي. حل المسألة بتاعتك، أنا هحلها لك برضه عادي جدا. أول حاجة هطلع الأمشاج، الأمشاج هتكون تي تي أهو، مع تي تي أهو. تي تروح تتجوز تي، طلع لي تي تي، تي تي كابيتال يا ولد، تي 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 كبيرة. والتي تروح تتجوز مع التي هطلع لك تي تي صغيرة، والتي تتجوز مع التي يطلع لك تي تي كابيتال تي تي سمول، والتي تتجوز مع التي يطلع لك تي تي. فواحدة منهم طلعت قصيرة ايه نقية، والتلاتة دول طلعوا طويل. أنا بكتب طويل. طب مستر دول كلهم طويل هجين ولا دول كلهم طويل نقي؟ في اتنين منهم طويل هجين، وفي واحدة منهم طويل نقي. ركز في الكلام، بس هو طلعوا طويل، يبقى دي بنسبة 25% لنسبة 75%. حلو. مسألة كمان مسألة كمان معلش مسألة كمان يا مستار معلش مسألة كمان. حلو يا حبيبي، تعالى نديك مسألة كمان. المسألة قال لك عند تزاوج نباتي بازلاء إحداهما طويل الساق والآخر قصير الساق، نتجت أفراد بنسبة 50% طويل و50% قصير. عايز إيه؟ قال لك أنا عايز تقول لي إيه التركيب الجيني للآباء والأبناء وتحل لي المسألة، بس هو أنا اديتك نسبة 50% 50%. هو ايه؟ قال لك ايه؟ نبات بذلاح ده هما طويل الساق والاخر قصير الساق، واحد طويل الساق والاخر قصير الساق، واللي طلع بنسبه 50%. 50% 50%، يعني انا بجوز سائد هجين لمنتحي نقي، سائد هجين لمنتحي نقي، سائد هجين هو عايز طويل الساق. طب انا خدت الطول دي يعني تي تي، يعني ايه؟ تي تي، فانا هجوز تي تي طويل الساق، فهو قال لك ايه؟ سائد هجين فهتي. طب انا عرفت سائد هجين مع منتهى هجين ليه؟ لانه هو اداني النسبه 50 50، فهو بيقول لك هو هيكون ايه؟ فهيكون سائد هجين مع منتهي نقي تي مع تي تي. معلش بقى عشان البتاع بس عادي. دي البي يا مستر. طب نديها الجي، هتبقى تي يا مستر مع تي يا مستر مع تي يا مستر مع تي يا مستر. التي دي تتجوز من التي دي تكون لك تي تي، والتي دي تتجوز مع التي دي، او دي برضه تروح للتي دي فتتجوز لها التي دي، فالتي تي 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 تتجوز تي تي، وتي تي تتجوز تي تي، وكلنا نتجوز من بعضينا والحياة تبقى جميلة جدا. حلو 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 حلو. وكل تي تي عايزة تي تي تتجوز تي تي اللي هي عايزاها، فهيجيب واحد شبهه. حلو.
جميل 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 جميل. فطلع 50 قصير قصير، و50 طويل. فهمت المسألة؟ فهمت المسألة. ممكن تحل أي مسألة على الوراثة طالما أنت عرفت دول، وبالنسبة لك المسألة تكاد تكون سهلة دلوقتي. حلو. طيب بعد كده بقى عندي انا دلوقتي عرفت احل اي مساله وراثه بالطريقه اللي انا لسه قايل لك عليها، بطريقه مبسطه، بطريقه جميله، بطريقه كده. حلو. حلو. طب في واحد اسمه 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 بنت. اسمه ايه؟ بنت. بنت ده كان قاعد كده في امان الله، قال لك انا هرازي فيكم. ولا كان ايه؟ هرازي فيكم. طب هترازي فينا ازاي يا عم بنت؟ قال لك والله انت مش عرفت تحل المسألة دي كده؟ ممكن اجيب لك طريقة اسهل. قاعد بيفكر بقى على طريقة اسهل ممكن احل بيها المسألة. طب دي سهلة ولا صعبة؟ سهلة عشان انا شرحها. هي سهلة عشان انا شرحها. ما هي اكيد سهلة عشان انا اللي شرحها يا حبيبي. اكيد بقت سهلة. هي حتى لو صعبة فانا شرحتها، فاكيد هي هتبقى سهلة. انت بتبص وبتقول ايه؟ ده انت لسه هتفكر. ابيض. كمل يا بيه. تعالى نشوف بنت ده عمل ايه، ولا بنت ولا بنت ولا اي حد عمل ايه يعني. عملت ايه يا عم انت؟ انا بس انت بدل ما هتعمل المعبد اللي انت بتعمله ده، انت هتعمل ايه؟ هتعمل جدول. هتعمل ايه؟ جدول. اهو جدول اهو. اهو الجدول ده هتقسمه مربع اول، ومربع ثاني، ومربع ثالث، ومربع رابع. حلو حلو. هتقول لي ايه؟ هتقسم لي دي كده، هتعملي ايام الاسبوع في شهر ولا ايام؟ بص، هتدي بقى ديت هنرمز له. ده رمز يعني، رمز يعني في سبوره. رمز الذكر يا مستر. طب ودي الرمز المؤنث. حلو. فده مذكر وده مؤنث. قال لك بص، انت مش عايز تتجوز اتنين من بعض. يعني انت كده كده اصلا هتجوز واحد فرد مذكر من فرد مؤنث. صح. قال لك السائد، انا قايل لك ان السائد دايما قوي، فاحنا هنسمي ان السائد ده الاب. فمثلا لو كان السائد ار. حلو. والمؤنث هتبقى ار. هعمل ايه يا مستر بقى؟ بص بقى، بنت عمل ايه؟ قال لك ار هضربها في ار، هيطلع لي ار. هيطلع لي ار. ما انا كنت بعمل ايه؟ ما هو بس انا هعمله لك في مربع بقى وشكله لك ومش عارف ايه وكده يعني. ار هضربها في ار فهتبقى ار. هضربها في ار فهتبقى ار. فاللي طلع لي انا طلع لي ار. ولد يا ولد، هو انا مش قايل لك سائد نقي مع منتحي نقي هيطلع كله 100% سائد نقي منتحي قصدي سائد ايه؟ مهاجين. صلى على النبي. صلى على النبي حبيبي. حبيبي صلى على النبي حبيبي. بابا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. سائد ايه؟ هجين. ده مربع بقى. في اسهل من كده؟ اظن مفيش اسهل من كده. طيب خلصت بقى من مندل؟ لا ما خلصتش من مندل. مندل قاعد في المزرعه بتاعته لسه. قال لك مش عاجبني الكلام ده. انا لا مش عاجبني الكلام. وانت عاجبك ايه يا عم مندل؟ بص انا مش جربت لك وقلت لك صفه جوزناها لصفه تانية. طب ما انا ممكن مثلا اجيب نبات بسله برضه، عشان انا مش هزرع البسله، انا مش وجع دماغي، فانا هزرع بسله برضه.
هجيب نبات زي البسله، هجوزه لنبات برضه بسله. طب ايه يا مدير؟ قال لك بص، نبات البسله ده انا مش هيكون فيه صفه واحده بس، خلي فيه صفتين. خلي فيه ايه؟ صفتين. يعني ايه؟ مش انت كنت الاول بتعمله مثلا على اللون، فهو لو كان طويل واتجوز واحده قصيره، فهنشوف بقى الجنين اللي هيطلع والجيل الاول والتاني. طب ما انا ممكن مثلا اجيب لك نبات طويل ولونه مثلا احمر، ونبات تاني بص طويل ولونه احمر، يبقى صفتين. ونبات تاني طويل او قصير ولونه ابيض، صفات متضادة في كل حاجة، بس صفتين او اكثر من صفة. حلو. واشوف الجيل الاول اللي هيطلع لي عامل ازاي، والجيل التاني برضه هيطلع لي عامل ازاي، واشوف الدنيا فيها ايه. فلما منا جرب الكلام، لقى ان في الجيل الاول طلع كله الصفتين السائدة دي. يعني مين الصفة السائدة في الأحمر ولا الأبيض؟ الأحمر. فالأحمر هيطلع في الإيه؟ في الجيل الأول كله. طب الطويل ولا القصير؟ الصفة السائدة الطويل. فالطويل هو اللي هيطلع في الجيل الأول كله. تيجي نعمل الكلام؟ تعالى نعمل الكلام بالقانون. تعالى نعمل الكلام بالإيه؟ بالقانون. تعالى. بسم الله. موضوع سهل. هو نفس الكلام وهو نفس الفكره، بس انت هتحس ان هو ايه، ممكن تحس ان هو صعب. ليه؟ تحس ان هو تلاقيه مجعلص شويه. يعني هتلاقيه كاتب لك بدل الصفه فكاتب لك فكتير فتي تي ار فكله في كله. فهو انت بالنسبه لك هتحسه مجعلص، بس هو مش صعب. بس هو ايه؟ مش صعب. نبات البسلاء اللي هو قصير الساق وابيض الازهار. قصير الساق اللي هو، بس الاول لازم اعمل الايه؟ البي اللي هو ده اباء يعني. حلو. قصير الساق يا مستر يعني كان قصير يعني تي. طيب قصير الساق يعني تي سمول. فعلشان هو قصير الساق وصفة منتحية فلازم تكون نقية. لازم تكون ايه؟ نقية. فاهو تي. انت قلت لي قصير الساق ايه؟ ابيض الازهار، والابيض بيبقى ار. حلو. برمز بالرمز ار يعني، فهيبقى برضه منتحي. فده ايه؟ قصير نكير. قصير ايه بقى؟ قصير ولونه ابيض اللون. حلو. هجوزه ليه؟ طويل واحمر اللون، فهتبقى تي ار لان دي هتبقى الصفه السائده. يبقى ده طويل احمر اللون. تاني حاجه انا كنت بعملها في المساله ايه؟ اطلع الامشاج يا مستر. امشاج جي المشيك هيبقى بص تعالى اكتبه تي. لا مفيش مشيك كده. هتقول لي تي ار. لا مفيش مشيك كده. مفيش خالص. لا وحش قوي. امال هتبقى ايه؟ هتبقى بص تي ار. حلو. تي ار. حلو. تي ار. حلو. يبقى هاخد واحدة من كده وواحدة من كده، هيبقى في تنوع كده وحاجات حلوة وجميلة كده اهو، وحاجات حلوة وايه وجميلة. مستر هتجوزهم من بعض ازاي مستر؟ طب التاني كان سهل. قلت لك المسألة هي بس مجعلصة. المسألة هي بس ايه؟ مجعلصة. المسألة هي بس مجعلصة. طب هعمل ايه يا مستر؟ هجوزهم ازاي لبعض او ايه اللي هيطلع يا مستر؟ كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتعمل ايه؟ تي مع ار. هجوزهم تي مع ار اهو. بس هنجيب بقى عشان هو صفة منتهى يعني، فهنبقى كده. هتبقى تي ار اهو اول واحد تاني. ايه كمان؟ هجين ده ولا مش هجين؟ كله هجين. طب ايه بقى؟ هجين. بص مين اللي كان سائد اصلا؟ الطويل احمر اللون يا مستر. يبقى اللي طلع 100% في الجيل الاول طويل احمر هجين. طويل احمر ايه؟ هجين. طويل احمر ايه؟ هجين. طويل احمر ايه؟ هجين. طيب لو انا جبت واحده من دي
جوزتها لواحدة من دي أو خليتها تعمل تحقيق ذاتي لنفسها. فجبت مثلا اللي هو البي عشان أطلع بقى الجيل التاني تي ار تي ار، هجوزها لإيه؟ لتي ار تي ار. حلو حلو. الأمشاج أو الجميطات بتاعتي هتبقى نزل تي ار تي ار، هتبقى تي ار وتي ار وتي ار وتي ار. بص بقى ايه اللي هيحصل. التي ار لما اجوزها للتي ار فهتطلع لي تي ار تي ار تي ار تي ار اهي. شايفها؟ اكيد مش شايفها. ممكن اكمل مسألة فوق، ممكن اكمل مسألة مثلا ايه هنا، يعني انت مسحت الجيل الاول اهو، هنكمل المسألة بتاعت الجيل التاني، يعني هنجيبها فوق. فتي ار هجوزها لتي ار هتطلع تي ار و تي ار. تي ار هجوزها لتي ار فهتطلع تي ار تي ار، والتي ار دي هجوزها للتي ار دي، والتي ار دي هجوزها للتي ار دي، تي ار دي هجوزها تي ار دي هجوزها للتي ار دي فهتطلع تي ار تي ار، والتي ار دي قصدي التي ار دي هجوزها للتي ار دي فهتطلع تي ار تي ار. طلع أربعة قدامك. ثلاثة منهم كانوا لونهم طويل أحمر اللون، الثلاثة دول كانوا طوال أحمر اللون، طويل أحمر اللون، وواحدة منهم بس اللي طلعت قصيرة أبيض اللون. يعني ايه يا مستر؟ يعني النسبة طلعت 1:3، النسبة طلعت 1:3 في الجيل التاني. لا كل وسط نسبة برضه طلعت النسبة برضه 3:1 أو 1:3 اللي هو بص أهي 3:1 يعني اللي هو ده هو عكسها هتبقى 3:1 أدي كده. كده معلش يعني المفروض الأول بتبقى الواحد الثانية اللي هو القصير اللي هو يعني 3:3 الأول ف3:1. حلو. فقال لك في القانون إذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين أو أكثر من الصفات في زوجين أو أكثر من الصفات المضادة، يعني هما الاثنين تشاركوا في زوجين واثنين تاني تشاركوا في زوجين، يعني مثلا زوج أبيض اللون مع قصيرة وطويلة وأحمر اللون، لما اتجوزوا مع بعض عندهم زوجين من الصفات وزوجين من الصفات، لما اتجوزوا مع بعض أفراد الجيل الأول كلهم طلعوا بالصفة السائدة وتوارث كل زوج منهم مستقل وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3:1. هو ده القانون الثاني أو قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية، توزيع القانون الحر للعوامل الوراثية. جميل جدا، حلو أوي. نسيت أقول لك على حاجة هينزل لك مع في الوصف بتاع الفيديو PDF كده، حاول تحل المسائل اللي فيه. معرفتش تحل المسائل اللي فيه كلمني، هتلاقي رقمي موجود تحت برضو لو انت وصلت يعني الفيديو هنا، هتلاقي رقمي موجود تحت، ممكن تكلمني وهحل لك المسألة وهفهمك المسألة وهعمل لك كل حاجة انت عايزها. بس حاول انت تحل مع نفسك الأول، معرفتش تحل لاني انا هساعدك، هعمل لك كل حاجة انت عايزها.